كشف فريق الوداد الرياضي اليوم السبت عن تعاقده مع لاعب جديد لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الرياضي القادم. وأعلن الوداد الرياضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعاقده مع المدافع نبيل مرموق في صفقة انتقال حر قادما من فريق أنورتوسيسا فاماغوستا القبرصي. وكان نبيل مرموق محط أنظار العديد من أندية الدوري الاحترافي، أبرزها الرجاء الرياضي الذي دخل هو الأول في مفاوضات مع اللاعب قبل أن يتمكن هشام يتمنى في الدخول على الخط وإقناعه بحمل قميص فريق الوداد الرياضي. كشف رولاني موكوينا مدرب نادي الوداد الرياضي للبرنامج الإذاعي ماراوا سبورت الجنوب الإفريقي عن جديد المفاوضات بين نادي الوداد ومتوسط ميدان صن داونز السابق بونغاني زونغو. وأكد موكوينا في تصريحات إذاعية أنه يحترم كثيرا زونغو ويعتبره من أبرز اللاعبين الذين دربهم في صن داونز. وقال موكوينا: أحترمه كثيرا وأتمنى أن يكون معي هنا في نادي الوداد، لكن دعونا نرى ماذا سيحدث لأنه في بعض الأحيان هناك أشياء أهم من كرة القدم. وعن المفاوضات بين الوداد وبونغاني زونغو قال موكوينا: نحن لازلنا نتفاوض مع اللاعب ونتمنى أن يحسم الأمر. جدير بالذكر أن رولاني موكوينا اقترح لاعبين اثنين على رئيس النادي هشام يتمنى هما الظهير الأيسر الزيمبابوي ديفين لونغا ومتوسط الميدان بونغاني زونغو. قررت العصبة الاحترافية لكرة القدم إقامة قرعة البطولة بقسمها الأول والثاني الاحترافيين لموسمها الجديد 2024-2025 يوم 9 أغسطس القادم. وكانت العصبة الاحترافية قد أكدت في بلاغ سابق أن منافستي البطولتين الاحترافيتين الأولى والثانية ستنطلق رسميا يوم 30 أغسطس القادم، فيما تقرر أن تقام المنافسة الجديدة لكأس التميز يوم 10 من ذات الشهر. اقترب متوسط الميدان رضا الجعدي من العودة إلى فريق الوداد الرياضي لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأجرى رضا الجعدي اليوم السبت 27 يوليوز أول حصة تدريبية مع فريقه السابق الوداد الرياضي في انتظار الخضوع للفحوصات الطبية الضرورية. وفي حال اجتيازه للفحص الطبي سيوقع الجعدي على عقد لموسم واحد قابل للتجديد. وكان رضا الجعدي قد انتقل لاتحاد طنجة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما إليه من فريق الوداد، غير أنه غادر الفريق الأزرق قبل انتهاء الموسم.